هذه المدينة. تلك المأساة التي حصلت في مدينة حما، ورأيت مباني محروقة ومقرات الشرطة المحروقة، وحدث الناس لنا حول تلك الكابوس الذي شاهدوها في تلك الفترة. ويأمل السكان حما أن في هذه المدينة لن تتكرر مثل هذه الأحداث المأساوية. وفي الطريق إلى حما رأينا كثيرا أيضا، رأينا بناء البيوت الجديدة، المباني الجديدة، وكما رأينا مناظر طبيعية جميلة جدا لسوريا، ورأينا أن الشعب يعيش حياة مطمئنة. وصلنا إلى مدينة حما ب4 باصات، كان الوفد يضم ليس ممثلي روسيا فقط ولكن ممثلي بيلاروسيا والدول الأخرى.